هو أبرز ما استشهد في المباراة النهائية في كوتونو أمام شبيبة القبائل الجزائري. يتواجد في زعامة البطولة الوطنية للتتويج بلقب البطولة الوطنية مؤيد لافي رغم تعرضه لكسر في مباراة التنافس على لقب البطولة الوطنية بعد مغادرة دوري أبطال أفريقيا من الدور النصف النهائي. يكون ومن الأجدر ومن الأقرب أنكم تعلمون قيمة هذا الحوار التونسي 100% بين الأسعد شرد الشابي وفوزي البنزرتي. يطيل العامة في هذه المباراة بين النسور الخضر والشياطين الحمر. الوداد الرجاء من سيفوز بنقاط. يعتمد في مباراة اليوم على تشكيل رسمي سازنيتي، عبد الإله مدكور، فابريس نجوما، محسن متولي، محمد تاكناوتي، أشرف تاري، أيوب العملود، يحيى عطية الله، يحيى جبران، وليك صلاح الدين السعيدي، محمد رحيم، سفيان المد. جرد الشابي في هذه المباراة يسعى لتعويض ما فات أمام المغرب التطواني، وبالتالي يلعب هذه المباراة يا سادة لهذا الرجل في الديربي. رد أخرى نجد سفيان رحيمي. فوزي يعلم جيدا أنك بطبيعة مباريات الديربي في البطولة الوطنية بسافرة رضوان جيد تنطلق هذه المباراة. كرة للأمام، ودادية في منطقة الجزاء، هذه إمكانية من الطرف الأيمن، مؤيد لافي يسدد. فرصة بن حليب، قدم محمود يلعب كرة، يبحث عن تمرير كرة في القائمة الثانية على إشراك مؤيد لافي في هذه المباراة بالنظر لقيمته ومكانته وتأثيره. وهذه كرة رجوية استقرارا في أداء وفي مردود وفي سحر وفي خط الوسط. تيمن حسوني، الانطلاقة من مؤيد لافي يراوغ لافي في الكرة الماضية، والكرة تتحول ضربة زاوية لمصلحة الوداد. عمل كبير، شوف الطريقة اللي خصى بها مدافع الرجاء، سدد كرة ودادية في منطقة الجزاء، أيوب الكعبي، والطاقة دفاعية لعبت كرة ضربة زاوية في القائمة الثانية. المتابعة العملود فعل في الذهاب ويعيدها في الإياب. هدف أول في الربع ساعة الأولى مع الوداد في موقف مريح مع انطلاق هذه المباراة. تتغير من بن حليب لزريدة للأمام بين مالونغو، وتنويه من الناحية الهجومية ومن يصنعون الحدث. الكعبي والتغطية من لمصلحة الوداد. وليد الكرت لأيوب الكعبي، الانطلاق من أيوب الكعبي في مباراة الوداد والرجاء هنا في المركب الرياضي محمد الخامس. مذكور يبحث عن كرة عرضية في منطقة الجزاء. المتابع جدا عبد الإله مذكور وسكحان، كرة ودادية نحو أيوب الكعبي المراوغة من أيوب يسدد في يد الحارس ناس سنيتي. تضيع واحدة من أبرز فرص الجولة الأولى. كرة من ناس المباراة، أيوب الكعبي للأمام، ممتازة جدا. مؤيد لافي في منطقة الجزاء. لافي يلعب كرة لأيوب، كرة لسفيان رحيمي. وليد الكارتي في خط الوسط، تحول كرة من زريدة، يسدد زريدة. 2 التوغل في منطقة الجزاء من سكحان 1-2 رجوية. البحث عن التسديد، حارس أحمد رضا تاكناوتي. هذا خيار هجومي قلت لكم. زريدة من الطرف الأيمن لرجاء، رفع الكرة في منطقة الجزاء رجوية، التوغل لرجاء يقود هذه المباراة. وليد مؤيد، خيار هجومي محترم. عبد الإله مذكور يتخلص من الرقابة. كرة في منطقة الجزاء، المتابعة بالراس في منطقة الجزاء. الكنترول زكريا الوردي، كرة للرجاء، هذه الخطورة، التسديد في محمد ونجام للأمام. مؤيد لافي، والحكم يتدخل في الكرة الماضية. شوف الذكاء من محمد ونجام، شوف العمل من ونجام وانطلاقة مؤيد لافي وسكحان. أولى من هذه المباراة للإعادة للكرة بأدق. فرصة أخرى للوداد للوصول جماعا بلقب الشان، أفضل حارس في الشان وأفضل. أيوب ومن يتولى تسديد، كرة ضائعة للوداد. الجولة الأولى من هذه المباراة.
أخطأت المرمى هذه المرة. يتوقف تنافس الشريف على لقب الهداف ولقب البطولة الوطنية. أسامة سوكحان والحكم السيد رضوان جيد ينهي الجولة الأولى يا سادة بنتيجة هدف ل0 لمصلحة الوداد، على أمل متابعة جولتين. أقدم لاعبي رجاء مروان هدهودي اتجاه بن مالونغو في منطقة الجزاء. بن والكرة رجوية من الجهة اليسرى، كرة لسفيان رحيمي في منطقة الجزاء، لكن ضم لاعبين كبار من قيمة التودي ونين ومجيد بويبود وعدد كبير من الهدهودي للأمام. الرجوية محمود بن حليب، نادي الرجاء الذي يبحث عن هدف التعادل. الكرة بالراس والتدخل الاثنين، إمكانية للأمام بن عددية رجوية من الجهة اليسرى، كرة في منطقة الجزاء. كان أحمد رضا التغناوتي الذي يبعد الخطورة، ضربة زاوية لمصلحة ما يقارب انطلاق الجولة الثانية، والحكم يلجأ للفار وحديث مع حكم يتابع من كل الأول لأرضية الملعب، ويكون ضربة جزاء لمصلحة من يتكفل بتنفيذها، من يتكفل في تنفيذ ضربة جزاء. كرة للرجاء، والتعادل في البيضاء في التأتين بعد 100. تشتغل المباراة مجددا في المراقبة رياضي محمد الخامس، والنتيجة كما يرى حضراتكم 1-1 بين الوداد والرجاء في وجه فوزي البنزرتي بعدما أشهر بطاقة في وجه. تتحول كرة لمصلحة الوداد، يعوض بزوير المترجي، خيار الهجومي للمدرب فوزي البنزرتي من جليس رحيمي في منطقة الجزاء. بالمالونغو لمارتين في منطقة الجزاء، أيمن الحسوني على طبق من ذهب. شوف الفن وشوف المهارة وشوف المراوغة في مكانها وفي زمانها. شوف أيمن حسوني لمرة الكرة أيوب الكعبي لزوير المترجي، ينطلق محمود بن حليب، كرة من مذكور قرارا شجاعا وتصدى بمهارة لواحدة من أبرز كرات الرجاء في الجولة. تغيير أول، الكعبي للمترجي، زهير المترجي وقع الهدف. زهير المترجي يضع الوداد في موقف مهم جدا في الجولة الثانية. طريقة التعامل مع الكونتراتاك، شوف طريقة التعامل مع الهجمة. من حسوني في الانطلاقة، عمل كبير من زهير المترجي ليوب الكعبي اللي رجعها في مكانها في زمانها في تايمينج. الاسيست دي كرة من محسن متولي في منطقة الجزاء، كرة بالراس، مازال الخطورة رجوية. فيما فابريس نغوما يدفع به المدرب لسا ويعوض بلاعب سايم 78. ايمن حسوني اللي قدم مباراة ممتازة جدا على ورقة فابريس نغوما في اخر دقيقة. سايمون سوفا رتب الاوراق الدفاعية، كرة للامام طرف اليسار، سوكحان في منطقة الجزاء من بين مالونغو، لكن سبق له فتح الذي ابعد الخطورة عن مرمى الوداد. ضربة زاوية فايوب العملود وزوير المترجي. الوداد يسير، يتم تعويضه هنا. شوف فوزي البنزرات في طريقه نحو النهايه، يعرف جيدا ان المباراه تنتهي. مشهد النهايه هنيئا للوداد بالانتصار المهم، الانتصار الذي يجعل اقرب من اي وقت مضى من اللقب. هذه المباراه 55% نسبه احتكار الكره للرجاء.